السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. هنعمل يا جماعة البلوبيف بطريقة سهلة وبسيطة ان شاء الله، كلنا نقدر نعملها يعني، والمقادير مش صعبة يعني انها تكون متوفرة. جبت نص كيلو لحم فيه نسبة دهون، ويعني حوالي يعني مثلا نسبة الدهون تبقى حوالي 20 أو 30%. انا كمان هحط حتة من عندي. جبت حتة دهن كمان او حتة دوش، يفضل انها تكون دوش، يعني تقولي للجزار عايزة حتة دوش، هو هيديكي عارف مكانها وهيديهالك. وبعدين تجيبي بصلة متوسطة وتحطي عليها حبة ملح وحبة توابل لحمة وحبة فلفل اسمر، وهحط لورا، وهحط حبهان 5 وحدات حبهان عشان هطلعهم، واحط فصين توم، واحط كوباية ونص مية، دي اللي هسوي فيها اللحمة. ويعني مش هحط مية تاني غير كوباية ونص دول. بصوا يا جماعة، احط كوباية ونص مية كده، انا حطيت كوباية، احط كمان نص كوباية مية واحطها على النار. البصل يعني يعني مثلا لو انت هتعمليه البصل يا تقطعيه بشريب المبشرة، ما تحطهوش وحيد كبيرة كده، على اساس ان لما تضربي اللحمة في الخلاط ما تبقاش ناعمة قوي، تبقى فيها ايه زي اللي بنجيبه من بره، ايه مخرص كده فيه قطع. حطيت معلقة كبيرة او معلقة كبيرة بابريكا. هقلب كل المواد دي تاني، الحاجات دي كلها مع بعضيها، واسيبها على النار، على نار هادية جدا، وتستوي بقى ايه براحتها. بسم الله ما شاء الله يا جماعة، والله طعمها تحفة ومش بتاخد وقت، وجميلة جدا، وبتوفر معاكي فطار غدا يعني عشاء، سندوتشات مدارس رحلات، اي حاجة، الحاجات ديت ماشية تمام معاكي. هطلع بقى، هي استوت كده خلاص، نسبة المية اللي موجودة دي الخلاصة يعني، ما ترميهاش. طلعت الحبهان اهوت 5 وحدات، وطلعت اللورة بس كده. همسك في ناس بردك بتطلع البصل، لكن انا هسيبه هضربه معاه. عندي معلقتين جيلاتين، هحطهم في 3 معالق مية وهقلبهم كويس كده. معلقتين جيلاتين في 3 معالق مية، هقلبهم كويس جدا لحد ما يبوشوا كده خالص، يعني تلاقي ما فيش حبيبات للجيلاتين. يعني الحاجة ما بتتعمل بالراحة كده وبهدوء بتبقى جميلة كده، وان شاء الله تعجبكم، ووصفة في منتهى الجمال. هاخد كل المكونات دي كلها بوريكم، يعني اللي نزل يا جماعة ده ما بترماش، ده الخلاصة بتاعتها يعني. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، جميلة جدا. هحط بقى المكونات كلها على بعضها، اللي هي اللحمة والجيلاتين بس يعني. وهحط لون كمان، لو انت عايزة تحطي بنجر من الاول تبشري البنجر وتحطي بنجرايه متوسط، يعني نص بنجرايه حسب اللون اللي انت عايزاه، يعني عايزاه غامق عايزاه فاتح. وممكن كمان تسيبيها بلون اللحمة العادي. لو عندك لون بودرة او لون سايل تحطيه. وحطيت كمان يا جماعة معلقتين سمن بلدي، يستحسن انها تكون سمنة نوع حلو يعني، بتديها شمخة كده وبتديها ريحة وجمال كده في الطعم. هضرب كل المكونات دي مع بعضيها يا جماعة. بصوا بسم الله ما شاء الله. عايزة اللون بقى الاقرب للجاهز، تعمليه الاقرب للجاهز. بتهيالي بتاعتي يعني فاتحة سن عن الجاهز. جبت بقى الحاجة اللي انت هتحطي فيها، تحطيها في كوبايات، تحطيها في سلطانيات صغيرة، بسيات او سلطانيات صغيرة اللي انت عايزاه. دهنتها سمنة على زيت، وهحط فيها بقى البلوبيف بتاعي الجميل اللي اقرب للجاهز. والله يا جماعة قريب جدا جدا من الجاهز، قريب جدا جدا. بس انا المرة الجاية هخشنه شوية، بدل ما اضربه ضربتين في الخلاط هضربه ضربة واحدة. انا بقول لحضراتكم اضربوه ضربة واحدة بس في الخلاط او في الكبة، يعني ضرب تكتين كده وخلاص، ما تنعموهوش قوي. عشان كده بقول لازم البصلة تبشروها كويس رفيع جدا يعني. بصوا يا جماعه، هشيلها بقى، عبيتها وهشيلها في التلاجة حوالي 6 ساعات 7 ساعات، انا سبتها من بالليل للصبح. بعد ما حطيته في التلاجة من بالليل للصبح اقل حاجه 6 ساعات زي ما قلت. يا جماعه هو بالشكل الجميل ده، بسم الله ما شاء الله، شكله تحفه.
جميل جدا. انا كنت يعني جبت الطبق علشان انزله عليه، وبعدين خفت على الطبق وانا بخبط كده يتكسر. جيت جايبه صينيه وبعدين احطه على شوف متماسك وشكله جميل جدا. بسم الله ما شاء الله، اقرب للجاهز يا جماعه والله. بسم الله ما شاء الله، جميل جدا جميل جدا يعني. لو هو ما كانش كويس انا كنت هقول لكم لا ما تعملوهوش. اهو بسم الله ما شاء الله، قطعته كده بالبيت، تحفه تحفه بالبيت كده، جميل جدا. بصوا يا جماعه، بسم الله ما شاء الله، جميل جدا.